السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا داك الموديل اللي نتوما كتشوفوا بالصوره اللي كيجي بالحبه. لا هذه الطريقه هذه انا هنايا ثبت الخيط في هذا الطرف، غنثبتو في الجهه الثانيه. غادي نخلي مسافه فين غادي ندير جوج ديال الغرزات، لان الهبطه عندي غادي يكونوا فيها جوج ديال الغرزات بحال هكا. هنا غندور الخيط عندي اليمين وغادي نضرب جوج غرزات، غادي نضرب ضربه في الثوب. انا عندي هنايا الخيط مبروم على 3 ديال الشعرات، ابره عندي النمره 5. هنا غادي ندير غرزه زياده من الجنب وغادي نخدم الغرزه الوسطانيه، نضرب الغرزه الثالثه، نضرب غرزه في الثوب، غادي ندير غرزه زياده من هذا الجنب كذلك. انا هنايا غادي نخدم واحد شويه ديال الرانطه على باش غادي نبقى نفتح في الحبه. عندنا هنايا هاد الرانطه عندنا مخلطه ما بين الحبه او الحمصه او الفراكه، كل واحد واشنو كيقول ليها، وغادي نخدموا ليها القرميطه في الجناب. غير كل واحد وكيفاش كيخدمها، كاين اللي كيخدم الحبه وحده عاد كيطلع القرميط، كاين اللي كيطلع القرميط عاد كيخدم الوسط. انا هنا غنوري لكم الطريقه انكم تخدموهم كلهم في سطر واحد، يعني تبعوا الفيديو حتى للاخر، وان شاء الله نتمنى ان الشرح وان الفيديو يكون واضح. هنا غادي نضرب غرزه في الثوب، غادي ندير غرزه زياده كذلك، يعني كنزيد من كل جنب كندير غرزه زياده. غادي نخدم حتى نرجع للطرف الاخر ديال الثوب، نضرب غرزه زياده، غادي نخدم 3 ديال الغرز، يعني حاجيب انا غنخلي 3 الغرز من كل جنب. غنقص دابا غرزه وغادي نشد في اللي حداها، دابا غادي نبقى نفتح في الكوزه. كما قلت لكم الموديل عندنا مزيج ما بين الكوزه والحبه او الحمصه والقرميط. نضرب 3 الغرزات، ندير غرزه، نضرب غرزه في الثوب، ندير غرزه زياده ونرجع للطرف الاخر. انا دابا غنرجع نعمر. عندي هنايا فوق هاد الغرزه كنضرب جوج غرزات، غادي نعمر هاد الغرز اللي عندي في الجنب، نضرب غرزه في الثوب، نرجع في هاد غرزه الزياده، نخدم 3 الغرز كيف ما قلت لكم، 3 الغرز في كل جنب، ونفتح العين الثانيه ديال الكوزه، نفتح كذلك نقص غرزه ونشد في اللي حداها، ونعمر الغرز اللي عندي في الجنب، نضرب غرزه في الثوب. نحاول ان الضرب اللي في الثوب يكونوا بحال بحال باش ما يجيناش نصدق عوج. ندير غرزه زياده من هذا الطرف، نرجع دابا كنعمر. غادي نعمر فوق دوك جوج غرز ديال دوك جوج العوينات ديال الكوزه، كل وحده كنعمر فوق منها جوج غرزات، نعمر الغرز اللي في الجنب، نشد دابا في الثوب، ندير غرزه زياده، يعني ما ننساهاش لا من هذا الجنب ولا من هذا الجنب. كيف ما كتعرفوا ملي كنكونوا كنحلوا نصدق، يعني كنبقاو غاديين وكنزيدوا في الغراز. غادي نقص غرزه ونشد في اللي حداها، نقص غرزه ونشد في اللي حداها، نزيد نحل العين الثالثه في الكوزه،
نضرب غرزه فوق العين اللي ما قبل وننقز اللي حداها ونشد في الاخرى. نضرب الغرز اللي عندي في الجنب، نشد دابا في الثوب، نرجع دابا نعمر حتى نلحق للطرف الاخر ونرجع لكم. هنا بعد ما رجعت للجهه الاخرى انا خدمت حتى جيت عمرت فوق دوك العوينات ديال الكوزه. عندي هنايا 4 ديال العوينات. هنا دابا غادي تردوا معايا البال. بعد ما عمرت 2 غرزات فوق العين ديال الكوزه غادي نضرب غرزه يعني بين الحبه او الحموصه او الفراكه كل واحد اش كيقول ليها. غادي نخلي ما بين العيون ديال الكوزه واحد الغرزه. هنا خدمت 2 غرزات. دابا غادي نرجع فيهم هانتوما كيف ما كتشوفوا. نرجع غادي نطلع فيها ب4 ديال الغرزات. انا غنحسب دابا شحال عندي 1 2 3 يعني هذه اللي غادي نرجع دابا لهذا الاتجاه هي الرابعه. انا حاولت انني نخدم غير بشويه وحاولت ان باش يكون واضح مزيان. نتوما كيف ما كتشوفوا 1 2 3 4 غادي ندور الخيط دابا للجهه اليمنيه وغادي نرجع في نفس الغرزه اللي ضربت اخر غرزه باش غنبدا هاد الحموصه اولا الفراكه ولا الحبكه كل واحد شنو تيقول ليها. غادي نحاول نعاون بالبرا باش ما تشدش لي غرزه بعيده وغادي نزير باش تثبت عندي بهذا الشكل هذا. نضرب الغرزه اللي عندي بين الحبه والعين ديال الكوزه. دابا غادي نعمر فوق الكوزه 2 ديال الغرزات. يعني واخا الفيديو شويه طويل غير سمحوا لي ولكن بغيت باش نلحق الاخوات جميع المعلومات على هذا الموديل. هنا دابا غادي نعمر الرانده اللي عندي في الجناب. نضرب دابا غرزه في الثوب وما نساوش الزياده غرزات الزياده من كل جنب لاننا مازالين كنحلوا في نص الطوق. هنا دابا ردوا معايا البال كيفاش غادي نثبت هذيك الحموصه بالرانده. يعني هنا دابا غادي نحل بعدا غرزه ديال الكوزه يعني ما ننساهاش رانا كنحل في الكوزه وفي نفس الوقت كنخدم الحبه. هنا ضربت الغرزه. دابا غادي نشد في هاد 2 غريزات اللي عندي في هاد الحموصه. هانتوما غادي تشوفوا غنشد في الغرزه الاولى ونشد في الغرزه الثانيه ونضرب دابا في الغرزه اللي في جنبها هكا باش غادي تثبت ليا باش ما عمرها تحل يعني تبقى واقفه في هذاك الشكل كيف ما كنشوفوها. نضرب الغرزه اللي عندي فوق العين وغادي نحل دابا عين ديال الكوزه عاوتاني. نعمر الغرز اللي في الجنب نضرب غرزه في الثوب كيف العاده ما نساوش غرزات زياده منين نكونوا راجعين ونرجع. دابا نعمر عادي. انا ما كنخدمش هنايا حبه فوق من حبه باش ما تجينيش متراكبه. كنخدم بيناتهم يعني كنمشي وكنجي في الخدمه باش يجيني بين الحبه والحبه كاين واحد الفاصل ديال الرانده وفي نفس الوقت كيبان الموديل يعني ما كيجيش مراكب لان الا جيت نخدم وحده فوق وحده غادي تولي مزاحمه.
المهم انا كنوريكم بطريقتي، كل واحد حر في طريقته. المهم نحاول انني غير نخرج لكم موديل. نعمر دابا فوق هذيك الحبه اولا الحموصه فرانده عاديه كيف ما شفتوا. انا كنخدم دابا فوق منها وكتبقى هي ثابته. غادي نعمر دابا فوق ديك العين ديال الكوزه 2 غرزات. نخدم الجناب رانده عاديه، نضرب غرزه في الثوب، ندير غرزه زياده. دابا غادي نمشي بنفس الطريقه حتى للقنت الاخر ونرجع لكم. هنا انا مشيت وجيت دابا عمرت 2 غرزات فوق من الغرزه ديال الرانده، قسمت ضربت غرزه اللي كتفرق ما بين الحموصه والغرزه ديال الرانده. دابا غادي نخدم 2 غرزات، غادي نرجع فيهم عاوتاني، غادي نكون دابا الحموصه اللي في السطر الثاني، يعني غادي نمشيو بها على شكل في. هنا بعد ما خدمتها طلعت فيها 4 ديال الغرزات. دابا غادي نثبتها بهذا الشكل كيف ما قلت لكم. ترجع للغرزه الاولى فين خدمت منين بديت كنطلع في البراندة ديال ديك الحموصه. دابا غادي نخدم الغرازي اللي عندنا في الوسط عاديين. هنا سالا لي الخيط. هنا غناخد خيط اخر، خدمت هنا 1 2 3 الغرزات. الغرزه الرابعه غادي نثبت فيها خيط جديد. هنا غادي نخدم الغرازي حتى تبقى ليا غرزه فاصله ما بين الحموصه والعين ديال الكوزه. انا كما قلت لكم كنخليو ما بين الكوزه والحموصه واحد الغرزه. هنا دابا غادي نرجع نطلع فيها ب4 ديال الغراز باش بلا ما نطول عليكم. يعني كنشد فيها 2 غرزات وكنطلع ب4 الغرزات. هنا بعد ما كملت 4 الغرزات كيف ما قلت لكم ترجعوا للعين الاولى فين ضربنا سميتو الغرزه الاولى ديال الحموصه وكنثبتوا فيها. كنضربوا الغرزه اللي عندنا فاصله ما بين العين ديال الكوزه والحموصه. ودابا كنعمر فوق من العين ديال الكوزه 2 غرزات، الغرزه الاولى الثانيه. نعمر دابا الغرازي اللي بقاو عندي هنايا في الجنب. نضرب غرزه في الثوب، ما ننساش غرزه زياده. وغادي نخدم دابا بنفس الطريقه وغادي نثبت هادوك الحمصات عندي اولا الحبات ونمشي ونجي حتى نرجع باش نحل الحبات اللي في السطر الثالث. هنا بعد ما مشيت وجيت عمرت هنايا 2 غرزات فوق العين ديال الكوزه، نضرب الغرزه الفاصله بيناتهم وكيف ما قلت لكم غادي نشد الغرزه الاولى الثانيه وغادي نعمر فيها 4 الغرزات باش غادي نكمل الحموصه اولا الحبه. هنا بعد ما طلعت ب4 العيون غادي نرجع للعين الاولى كيف ما كتشوفوا وغادي نشد فيها. غادي ندور بهذه الطريقه ونزير. صافي هنا سالا الخيط، ندير خيط اخر وارجع لكم. انا هنا كيف ما قلت لكم حتى بقات ليا واحد الغريزه بين الحبه وبين العين ديال الكوزه. كنعمر دابا الحموصه اللي في السطر الثالث. واخا كنقول لكم السطر الثالث راه قلت لكم يعني ما بين الحموصه والحموصه راه كنمشي وكنجيب الرانده باش كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها يعني كتجي واضحه وباينه.
هنا غادي نطلع فيها ب4 ديال الغرزات يعني كيف الاخرين. واحد جوج ثلاثة أربعة، هذه هي الرابعة. غادي نرجع دابا لهاد العوينة الاولى فين بديت كما كتشوفوا، وغادي نزير الغرزه، نضرب الغرزه اللي فارقه عندنا ما بين الحموصه والغرازه ديال الرانده، غنضرب فوق من العين ديال الكوزه عفوا 2 ديال الغرزات. نعمر دابا الغرازي اللي عندنا في الجنب، نشد غرزه في الثوب، ونرجع ندير غرزه زياده صافي. وكنبقى غاديه بهذه الطريقه وانا كنحل في الحمصات كيف يعني القد اللي نتوما بغيتو. غادي نقعد نسطوق وغادي نرجع لكم باش نشوفوا كيفاش نخدموا الحمصه والقرميطه في نفس الوقت. هنا هو القدر اللي بغيت نحل في الفي ولا اللي طالبه الكليان ديالي. هنايا دابا كاين اللي كيخدم القرميط بوحدو عاد كيطلع بالكوزه والحمصه الوسط، وكاين اللي كيخدم الوسط عاد يخدم الجناب. انا كنفضل انني نخدمهم في نفس الوقت، يعني كنمشي كنخدم الكوزه وكنخدم القرميطه في نفس الوقت. نبدا دابا على بركه الله. كما قلت لكم في كل جنب عندي 3 ديال الغريزات، داكشي علاش خليت الغرازي من الاول 3 في الجنب قبل من الكوزه. غادي نضرب الغرزه الاولى وننقز 1 و2 عاد باش نشد في الثانيه. غادي ننقز عين اخرى ديال الكوزه لانني غادي نطلع بالعيون في الجناب. اللي ما بغاش انه يدير سميتو يخدم اما الزمرد او العقيق او عاديه يعني بدون كوزه او بدون عوينات ديال الكوزه صافي. غادي نخدم عادي، غادي نمشي حتى للطرف لان كما قلت لكم تنخدم ما بين الحمصه والحمصه كنخلي واحد 2 سطور ديال الرانده. انا هنايا ملي قربت للطرف الاخر باش ما نطولش عليكم صافي. دابا هنايا غادي نحل نفس العين اللي عندي في الكوزه لان قلت لكم الجناب غادي نطلع بالعيون. نقز غرزه ونشد في اللي حداها ونقز دابا 2 ديال الغرز ديال القرميط ونشد في الثالثه. يعني عندي نفس العبار اللي في داك الجنب هو اللي في هذا الجنب هو ديال 3 العيون عفوا. نضرب غرزه في الثوب، نرجع دابا هاد 2 العيون اللي نقزت غادي نعوضهم ب3 ديال الغرازي 1 2 3. عندي هاد الغريزه هذه اللي في الجنب اللي غادي نتمو طالعين بها غادي نعوض فيها 2 ديال الغرزات. غادي نضرب الغرزه اللي عندي كنديرها فاصل بين الحموصه اولا الحبه والعيون ديال الكوزه. غادي نخدم 2 غرازي وغادي نرجع فيهم ونطلع فيهم ب4 ديال الغرزات يعني كيف ما خدمت الحموصه من قبل. هنا بعد ما طلعت ب4 ديال الغراز غنرجع لديك الغرزه الاولى ونثبت بها الحموصه ديالي كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نعمر حتى نوصل للجهه الاخرى البلاصه فين غادي ندير الحموصه الاخرى. هنا بعد ما عمرت كما قلت لكم خليت واحد الغرزه اللي ما بين العين ديال الكوزه
والحمصه. غادي نرجع دابا بجوج ديال الغرازي وغادي نطلع فيهم ب4 ديال الغرزات. هنا بعد ما طلعت ب4 ديال الغرزات غادي نثبت هاد الحموصه، نضرب الغرزه اللي عندي هنايا ونعمر دابا فوق ديك العوينه بجوج ديال الغراز. نجي دابا لداك الخيط ديال الكورميط او العين ديال الكورميط غادي نعوض فيها 3 ديال الغرزات ونضرب غرزه في الثوب. صافي دابا ونخدم جوج سطور اللي عندي فارقين ما بين الحموصه والحموصه وغادي نرجع لكم. من هنايا بعد ما مشيت وجيت جوج ديال المرات غادي نضرب دابا غرزه في الثوب وغادي نصيب دابا الكورميطه ديالي. نضرب الغرزه الاولى ندور الخيط كيف ما تشوفوا وغادي نعمر 3 ديال المرات. عندي 1 2 3. نشد في الغرزه اللي حداها نضرب 2 غرزات في العين ديال الكوزه اللي عندي، نضرب الغرزه فاصله ما بين الحموصه والعيون ديال الكوزه، نضرب دابا 2 غرزات ديال الحموصه ونعمر فوق منهم ب4 الغرزات. وغادي نمشي بنفس الطريقه. نخليكم مع لا فيديو باش ما نطولش عليكم. انا غادي نحاول انني نقطع حتى ندير لكم الجزء الثاني ان شاء الله باش نشوفوا فيه السده ديال الحموصه كيف ما كتشوفوا في الموديل اللي هو في التصويره اللي حاطه لكم الفوق. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوش تشجعوني باللايك وديروا الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. كاينين شي اقتراحات خليهم لي في لي كومونتير.